والباب يجيك منه ريح سده واستريح. شنو فندوخه يا معلمي؟ اي مهند، بس انا شريك من عندك بعد. عندك ترتب لنا سجل للمبيعات للواردات، حتى نرتب امورنا نعرف شنو جاي يصير. يعني كنا نشتغل بعشوائيه بعد، وانت خبراتك مهند، انت اختصاص يعني، بدك ترتب لنا الامور كلها مال المحل. هاي اول خطوه حققت لنا اياها نحو التطور. شفت لنا نص مكفي، بعد ايدك تستمر وترتب كل الامور. حتى عندنا سجل ديون قديمه ما حد مقلبها، عندنا ناس مثلا ياخذون وما يسددون، عندنا تحط عليهم اكس يعني بعد البيع نهائيا. وقلت لك بعد رتب لي الامور كلها انت، انا قاعد اعتمد عليك. انا يمين شوي تعبت من المحل نروح من الجيم، حتى شوي ارتاح. اذا انت تكون ذراع اليمين حتى اذا عرضك على التجار اللي يشتري من عندك، حتى انت تشتري من عندكم وانت تسدد. قلت لك انا تعتمد عليك. هاي كلها سهله. انا ان شاء الله ارتب سجلات وترتيبات كلها جديده ان شاء الله. اي شغل منه هيك يعجبك. مهند هسه بين الساعه والله، هسه الساعه 11:30. وهو سجى وصلتني على مسواق ومتاني حميد ابو الاوباما عنده وياه حسابات. هاي شلون شغله والله. اني اروح بمكانك، انا السواق واروح اوديه للبيت، هذه ماكو مشكله. اي والله مهند بلا زحمه عليك، سووا فضل. لا محمد الفضل الله والك، شو القضيه سهله. هسه اني السواق واوديه، يعطيني قائمه شنو طالبين من عندك، وهسه ادخل البيت واجي بسرعه. مساء الخير سجاوي. مساء النور سجاوي. هاي انت بايع ميانه؟ اني زوجي ما يقول لي سجاوي. يجوز ما عنده ذوق، ولو يختار هي الجمال اكيد ذواق. هاي انت جاي تعاكسني لو جاي بالمساق؟ بعدين اقول لك شنو تقول على زوجي ما عنده ذوق؟ رجال بلا تجاوز. اعذريني اذا تجاوزت حدودي، بس ترى جمالك ما ينحمل، سبحان الخالق. رجعنا للمعاكسات، ترى انت عامل عند زوجي لا اكثر ولا اقل. بعدين وين المسواق؟ عامل عند زوجك، الوقت خلاني هيك، والعمل مو عيب ما بيه شيء. اما عن المسواق فجبت لك شيء حسب القائمه كامل، بس ضفت من عندي الفراوله. هاي من عندي انا ضفتها. فراوله؟ شلون عرفت اني احب الفراوله؟ طبعا تحبين الفراوله، ليش هيك جمال شنو ياكل؟ اكيد الريوق جيمر والغدا حلقوم والعشاء فراوله. هاي انت وكع زياده عن اللزوم، يلا روح. اقول للسجى انا نسيت دزيت مسواق بيد مهند، هو خطيه السوق جاب لك اياه بعدين. اي خطي جابه، بس يستحي هواي يعني من بعيد. دق الباب وخلي الكرتون وراح، حتى ما خلاني اجيب له مي. والله ولد مؤدب مبين عليه. يا ابو مهند انسان مثقف وابن عائله، ايش حسبايش من هذول مخربطين؟ طبعا يستحي، هو اصلا خطيه يعني انحرج من عندي، بس انا عندي شغل وهاي دزيته والله. كيف بعد ما ادز زحمه؟ لا عادي يعني، هو العامل مالتك شكو بيه ذاك دزه يعني. بالعكس دزه عليه هو مسواقه احسن شوي، مختار مواد نظيفه مرتبه. انت شلون ما كنت تسوي؟ شكو بيه دزني عادي، وخطيه من الباب يخلي المسواق ويروح. يا هلا بعقيل، زارتنا البركه. لك وين ما وين هالايام ماكو، خليت لك ايام لاطش على قلبي. هالايام ما اشوفك والله مشتاق لك. شو تسوي محمد؟ والله ملتهي بالشغل، هسه اني وقت نفسي بوقه وجيت قلت خليني اشوف حمود هالايام ماكو، ما شايفه صار له هوايه، وانت خوب ما تمر الا واحد يجي لك، وحد انت. اي والله صدق اني ولا مره مر لك، تعرف ليش؟ لان ادري بيك متعزز. اقول لك عقيل عندي مفاجاه للعيال الثقيل، لو تعرف منو يشتغل وياي هنا ما تصدق. منو يشتغل وياك غير هذا الوليد الفقير الخبل سيوفي؟ لا يا بلا سويف شنو، بطلناه وراح. واحد تعرفه انت واني اعرفه، كان ويانا بالجامعه كان طاق وكنا نتحصر على لبسي. سبحان الله خطيه افترت بي الدنيا واموره تعبانه واشتغل وياي هنا، فانك عرفته منو. لا تقول لي مهند سعد، بس هو كان طاق ويانا. عاشت ايدك، هو مهند خطيه جاي يشتغل وياي هنا، هسه يجي يشوفه والتمت اليوم الجامعه كلها ان شاء الله هنا. محمد انت تحكي صدق؟ بابها 56 شلون الشغله وياه؟ نصاب؟ لا يا معود نصاب، شو القضيه؟ تعرفت له؟ لا مهند شنو نصاب؟ بالعكس خطيه امورهم متدهوره، ضاحكين عليهم هناك بالشمال ما وين مشتغلين، ابوه خطيه وخسرانين وبايعين بيتهم وحالتهم كلش تعبانه. انت خاف توهمت؟ والله ما حد متوهم غيرك محمد. شنو متوهم؟ بابا هذا راح يشتغل وصحيح شالوه هم للشمال،
قام راح دايح بالملاهي وبالعربدات، وين ما شغله الله مطيح حظها، وماكو بنيه ما يركض وراها. وقام ياخذ فلوس من اهله ويصرفن على الفارغات، ياخذ فلوس من اهله الى ان قعدهم كلش. قام ابوه ما ينطي بعد، وراها ايش راح يسوي؟ قام الاخ قال لهم اني اعين، قام يلم بالشباب هاي الفقره، ياخذ معاملات وياخذ من عنده مليون، واني اعينك مرور، واني اعينك شرطي، ما اقول لك نصاب، نصب على العالم كلها، لما من عندهم 150 مليون ما ادري 200، وكلهم ذباهن على النسوان وعلى المكسرات، والله اللي مطيح حظها. تالي ما تالي التمت الديانه على اهله، وحصر ابوه خطيه حصره موت. اضطر الرجال باع البيت وباع الاثاث وسدد الديانه مال المهند اللي سويت عليه، بس هو بس هو هذا لو غيره. هاي شنو دوختني انت عقيل؟ بس هو صحيح قالوا بالشمال، قال لي بس يقول ابوي خسر فلوسه ما يعرف يشتغل. عجيبه الشغله والله. الله اكبر على راسه، النوب ذبها براس ابوه، خطيه ابوه، هو باع لي البيت سدد المكسرات مالته. يا اخي فد واحد وسخ قذر الى ابعد الحدود، ما يخلي بنيه ما يركض وراها، حتى هاي المجدايات الوسخات بالتقاطعات يركض وراها ويجيب عليهم الفلوس. اوسخ مما تتوقع يعني. هو نهب ابوه نهيبه خطيه، باع بيته واثاثه وسددوا الديانه بالدفرات، وراها الرجال باسبوع انجلط ومات بسبب دمه برقبته. هذا مشغله وياك، انت تحكي صدق تشاقه بابا. انا قضيته حتى بالفيسبوك انتشرت، الدنيا كلها تعرف فيها. انت شنو نايم مطي مأمنه على محلك؟ بعد ذاك وين راح القديم سيوف؟ والله ما اعرف يا عقيل، انا دافع على ما الله شو مدريني. سيوفي هو اول ما اشتغل وياي مهند، الثاني يوم يقول لي باقي له 50,000. انا هم اللي استغربت، الولد صار 4 سنين وياي ما بايق. يابا انا شلون كنت مغفل، هسه بينت الشغله كلها قدامي. حتى هو سوى هاي الكلاوات عمودي بطله وياخذ راحته. ما اعرف شو اقول لك، انا دخلت يعني انا ايش بدريني هيك، توقعت قلت هذا ابن خير وابن عيس ما يمد ايدي. هاي الشغله كلش تعبانه خي ولي. والله يضحك مال مهند، اكتشف واحد يبوق حرام ثاني، يقول لك هو اكبر حرام يبوق الكحله من العين. والله عجيبه هاي. بعدين شنو ابن خير؟ ابن خير هو انت شفتك واحد ابن خير صار براسه خير؟ هم اللي عايشين بدلال وياكل وينام وكل شيء ماكو، هذا من يكبر كل خير ما يصير براسه، يعني لقاها جاهز قائما قدامه، فيصير انتكالي قراده يعيش على غيره. واللي ولدوا بمعاناه هم صاروا خوش زلم وعصاميين وكونوا نفسهم. ما قلت لي هسه هو وين مودي؟ دزيت بيده المسواق للبيت، هو ياخذ المسواق يوميا. محمد صدوق كذب، شلون تدلي على بيتك يا اخي؟ هذا واحد وسخ، شلون تدلي على بيتك؟ شلون تدز بيده مسواق؟ هاي شنو انت؟ يا معود بعد لا تدز وبطله من هسه بطله كنسله، هذا واحد قذر وسخ ما له امان. هاي شنو؟ العداني اروح وراه، يلا عقيل خل نعزل، خوفتني من عندي يا معود. يا معود هذا واحد تعبان، وين لقيتيه انت؟ بس انت الظاهر قصتك خير عليه لان معدله اموره. شو اسوي غير قسمتي السوداء هاي؟ حتى شوفه هو اني ولا متوالمه وياه، يعني هو عباره عن شغل رايح جاي للشغل مالتي، لا سالفه لا حكايه، مو مثلك وكح. اصبري لي وانا ارتب لك الوضع كله. هسه شوي شوي نجمع لنا كم فلس من عنده، وبعدها نصفي امورنا انا وياك. ليش تجمع؟ ليش هو ايش قد ينطيك باليوم؟ اجمع من اليوميات؟ ليش هو ايش قد ينطيني؟ هي 15,000. لا انا اعرف شلون اجمع بطريقتي الخاصه. طريقتك الخاصه؟ مبينه طريقتك الخاصه، يعني تبوق باختصار ومن الاخير. ليش تسمينه بوق؟ هذا شغل. بعدين لا تنسين هاي هم فلوسك انت، واني من اخذهن حتى اكون نفسي، ووراها نرتب امورنا انا وياك. ما اعرف ليش ارتاحت لك وقلبي انفتح لك وامشي وراك مغمضه. اقول لك مهند حبيبي يلا روح ليجي. هو اجي، كل حكيكم سمعته يا خاينه يا زباله، بس على اشكالها تقع الزباين. خلي يفيدك هذا الزباله وكملي ويا سالفتك بجهنم.